إنني لا أذهب بعيدا ولا أحب أن أحلق بكم في سبحات الخيال الشاسعة، إنما أذهب بحضراتكم إلى مدينة الكوفة، وفي القرن الأول من الهجرة، وفي أحد شوارع الكوفة رجل يسمى ثابتا. هذا الرجل يمشي في حر الظهيرة فيجد بستانا قد سقطت من إحدى شجراته تفاحة، فيلتقطها يأكل نصفها ثم يتذكر أنه لا حق له فيما أكل. نصف تفاح يحاسب نفسه، فيأتي البستانية ويقول له سامحني فيما أكلت وخذ ما أبقيت. فيقول له البستاني أنا لا أملكها حتى أملك سماحتك. إذا فمن صاحبها؟ يدله على بيت صاحبه، ويأخذ ثابت نصف التفاحة ويذهب إلى صاحب البستان ويعرض عليه ما حدث، فيقول له صاحب البستان لا أسامحك إلا بشرط، إن قبلته سامحت وإلا فحسابي معك في ساحة الحساب أمام من لا يغفل ولا ينام. ويجلس ثابت وأعصابه ترتعش خوفا أن يكون الشرط مجحفا. فما هو هذا الشرط؟ يقول له صاحب البستان أن أزوجك ابنتي. وهل هذا يعتبر شرطا؟ إنه شرط يعتبر جائزة تقديرية ومكافأة تشجيعية